مساء الخير ايميل، ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ كنت عايزه اسالك على حاجه، اشتري من مطور جديد ولا معروف؟ لو مطور جديد ندور على سابقه الاعمال بتاعته. ده هيبقى سعره ارخص على فكره من المطور المعروف. لو معروف هتدفعي اكتر بزياده وخلاص. طب اركز على السعر ولا الموقع؟ الموقع السعر بيتغير، الموقع ده ملك. طب لو في نفس السعر اجيب مساحه اكبر ولا خدمات احسن؟ لو مستهدفه اعاده بيع يبقى خليكي دوري على اكتر خدمات. لو عايزه تعيشي المساحه الواسعه بتفرق معاكي كتير. طب والتشطيب بيبقى اهم من المساحه؟ لا طبعا، التشطيب ممكن نغير فيه، يعني لو في حاجه باظت نقدر نصلحها، لكن المساحه هنوسعها ازاي؟ طب انا لو عايزه استثمر في العاصمه ولا الساحل؟ يعني انا من رايي ان لو استثمار شورت تيرم يبقى خلينا في الساحل، لو استثمار طويل الامد يبقى العاصمه. طب انا دلوقتي معايا كاش، اشتري دلوقتي ولا اقسط؟ لو عايزه تسكني في الوقت الحالي هيبقى كاش، بس هو مش استثمار كويس الكاش. القسط بيديكي مساحه ان انت لما تيجي تعملي اعاده بيع يبقى تقدري تحطي اوفر، لكن اوريدي انت شاريه كاش هتعملي اعاده بعد سنتين، تيجي تحطي اوفر. الكاش زائد الاوفر ده اكتر من اللي العميل هيشتريه في الريسيل من حد تاني، مش اقل من الضعف ولا ضعفين. ولو هتعلي العائد يبقى قسط، لو عايز خصم كبير يبقى كاش طبعا. طب اشتري في اخر دور ولا قبل الاخير؟ اخر دور بيديكي فيو ممتاز جدا، بس الناس بتخاف تشتري في اعاده البيع، عشان كده الدور اللي قبل الاخير لو بتدوري على اعاده بيع هيبقى بالنسبه لك افضل. طب كومباوند سكني ولا سياحي؟ لو بتدوري برضو على اعاده بيع هيبقى السياحي. لو عايزه تسكني يبقى كومباوند السكن هيبقى اهدى بكتير. لو مستهدفه ايجار يبقى طبعا السياحي، لو مستهدفه سكن وعيشه يبقى طبعا السكني هيبقى افضل، والجيران تقريبا كلهم هتبقي عارفاهم بعد فتره معينه يعني. طب لو اول استثمار ابدا بايه؟ لو اول استثمار استثمري في حياتك، لو المكان اللي عايشه فيه مش مرتاحه فيه استثمري في مكان تروحي تقعدي تسكني فيه، لكن لو ساكنه في مكان مرتاحه فيه ومبسوطه يبقى اول استثمار ليكي لو قدرتي تجاري، ولو مفيش تجاري ممكن نفاضل ما بين الفندقي والطبي. طبعا حسب المكان، احنا اتكلمنا عن الفندقي والطبي قبل كده في فيديو منفصل على الصفحه. يا اما بعد كده ندور على السعر الاقل شويه اللي هو الاداري، وبرده بيبقى ليه اماكن مميزه ان احنا ممكن نشتري فيه اداري نكسب فيه كويس. طب انا دلوقتي جبت وحده، الاحسن ان انا ابيعها قبل الاستلام ولا بعده؟ لو صبرتي بعد الاستلام هتاخدي عائد عليها كويس جدا، لان خلاص استلام واللي هيجي يشتري منك بيبقى جاي يشتري عشان يسكن. لكن لو في مشكله في السيوله لا طبعا بيع قبل ما تستلمي، ربنا يحفظنا يعني في موضوع القسط ده. طب الايجار مضمون؟ مفيش حاجه مضمونه 100%، بس حسب برضو المطور والموقع اللي انت واخداه ده يضمن لك ان انت الايجار بتاعك يبقى مضمون ولا لا. طب لو هجيب حاجه ايه الاحسن، فيلا ولا شقه دوبلكس؟ انا بالنسبه لي فيلا. طب لو الصيانه عاليه اشتري ولا لا؟ لو المكان الخدمات اللي فيه كتير قوي ادفعي الصيانه، ده كله ده في صالحك انت، لكن لو المكان دور الخدمات بتاعته قليله هتدفعي فيه صيانه عاليه يبقى اهربي، انت بتدفعي فلوس في الارض. طب هل اللاندسكيب فعلا بيفرق في المكان؟ طبعا، احنا بنشتري في الكومباوندات عشان خاطر اللاندسكيب، كل ما نسبه الانشاءات تبقى اقل واللاندسكيب اكتر ده بيديكي راحه وانت عايشه اكتر. طب ازاي اتاكد ان السعر مشغول زياده؟ بتقارني المشروع بتاعك بالمشاريع اللي حواليه، وتقارني الخدمات اللي موجوده جوه الكومباوند اللي انت هتشتري فيه او المشروع بالمشاريع اللي حواليه كلها. طب هو فعلا التقسيط الطويل فعلا افضل؟ التقسيط الطويل بيخلي القسط بتاعنا اقل شويه، بس الفكره كلها ان في الاخر بتلاقي ثمن الوحده بقى سعره على متضاعف، لان المطور بيحط نسبه فايده على التقسيط الطويل. طب ايه الاحسن، اجيب وحده كبيره ولا 2 صغيرين؟ استثمار المساحات الصغيره اعاده البيع بتاعتها اسهل لان سعرها اصغر، لكن طبعا لو السكن كل ما المساحه تكون اكبر كل ما يبقى افضل لك بكتير. دلوقتي لو المطور مش مشهور اقيمه ازاي؟ اعماله السابقه، شوف العقد بتاعه، البنود بتاعت العقد، لو هو بيحط لنفسه شرط جزائي يبقى هو واثق في نفسه، والاعمال السابقه بتاعته قبل كده نشوف وصل فيها انشاءات في ايه، سلم حاجه قبل كده، وهل العملاء اللي اشتروا منه قبل كده بيشتكوا ولا لا، وبالاضافه للتراخيص بتاعته والعباءه الماليه بتاعته او الملاءه الماليه بتاعته،
لازم نطمن عليها كويس. طب ايه رايك، اشتري دلوقتي ولا استنى شويه؟ معاكي فلوس اشتري دلوقتي، مفيش احسن من الاستثمار العقاري. طب ولو هشتري اجيب كومباوند كبير ولا صغير؟ لو هتعيشي تسكني فيه، الكومباوند الصغير بيبقى فاميلي كومباوند، كوزي كومباوند صغير كده. الكومباوند الكبير بيبقى عدد البيع بتاعته افضل. استثمر ولا اسكن؟ لو ساكنه في مكان كويس استثمري، لو مش مبسوطه في المكان اللي انت فيه اسكني طبعا. اهم حاجه راحتنا احنا الاول. طب والمقدم يبقى كبير ولا قسط صغير؟ مقدم كبير معنى كده ان بيبقى بتاعه واخده خصم على المقدم، اقساط مده اطول فالقسط اصغر، تمام، بس السيوله اقل. يعني انت تدفعي مقدم كبير السيوله بتاعتك اقل، فلما تدفعي مقدم اقل برضو السيوله اللي في ايدك دي لو عندك بيزنس خاص هيفرق معاكي كتير. الجراج بيبقى الزامي ولا اختياري؟ بصي، هو كل شركه بيبقى ليها نظامها. يعني في الاغلب بيبقوا مدين الجراج اختياري، بس انا بقول لك خدي الجراج الزامي، ولو تقدري تاخدي اكتر من باكيه في الجراج خدي. الامر ده ما نقدرش نستغنى عنه ابدا، الجراج. طب واشتري دور عالي ولا واطي؟ لو بتحبي المساحات الواسعه طبعا الدور العالي، دور عالي مساحات واسعه فيو مفتوح، الهواء فيه بيبقى افضل. لو بتحبي بقى، لو عندك مشكله مثلا مع المساحات المفتوحه خليكي في الدور الاقل، وغير كده كمان هتستفادي في الدور الاقل بفيو جرينري بيبقى افضل بكتير. طب وايه الاحسن، استلام فوري ولا تحت الانشاء؟ الاستلام الفوري بيقلل نسبة الاستثمار بتاعك. تحت الإنشاء بيخلي نسبة الاستثمار بتاعك في الوحدة أكبر بكتير، بس الأمان بيبقى أقل تحت الإنشاء. في الفوري بيبقى أمانك أكتر. طب وايه الافضل، فيو مفتوح ولا قريب من الخدمات؟ لو هتستثمري يبقى خليكي في فيو مفتوح، لو هتعيشي يبقى قريب من الخدمات عشان تقدري تعيشي تاخدي الخدمات بتاعتك كلها. طب في بقى سؤال ناس كتير قوي بتساله، اسيب فلوسي في البنك ولا احطها في عقار؟ احنا جربنا البنك السنين اللي فاتت حتى مع اعلى نسبة فايدة، الموضوع كان مش مربح. فالعقار بيزود فلوسك مش بيحافظ حتى على القيمة، لا ده بيزودها. والفترة دي كمان البنوك بتنزل في الفوائد، فما بقاش فيها استثمار جيد يعني في البنوك. طب لما اجيب شقة اجيبها 3 غرف ولا غرفتين زائد الليفينج؟ لا 3 غرف افضل. طب لو احتجت سيولة ابيع بسهولة؟ للأمانة إعادة البيع الفترة دي مش أسهل حاجة، لأن المعروض برضو كتير، تمام، لكن لو المساحة عندك صغيرة هتبقى إعادة البيع بتاعتها أسهل. طب في حاجات كتير قوي ناس بتقع فيها، لو المطور اتأخر اتصرف ازاي؟ عشان كده احنا في الأول يعني نبهنا أكتر من مرة لازم تتابع العقد بتاعك. لو المطور وهو هيكمل في مواعيده وهو مرتب حاله ان هو يكمل في مواعيده بيبقى كاتب على نفسه شروط جزائيه. لو المطور اتاخر بقى وان عليه شروط جزائيه طالب بحقك زي ما المطور بيطالب بحقه. طب لما استثمر هيبقى قصير ولا طويل المدى؟ الاستثمار القصير ده اللي هو بيبقى في المناطق الموسميه، لكن طويل الامد ده زي العاصمه مثلا لا. بس هو في نقطه مهمه قوي، لو البادجت بتاعك مش هتقدر تستمر فيه في استثمار طويل الامد لا يفضل تخش في استثمار عقاري لانه هيبقى قلق بالنسبه لك. طب اوقع العقد امتى؟ تاكد من التراخيص وجداول السداد بتاعتك واضحه انت هتقدر تدفعها ولا لا، ويكون المطور جاد وفي بنود في العقد كمان واقفه في صف المطور في صف العميل. يعني يكون لو المطور هيتاخر هيدفع عليه غرامات، امضي العقد وانت مطمن. طب امتى اشوف الحاجه واقول ان انا ما اشتريش؟ المشروع نفسه ما يبقاش واضح والامان ان كان عقد او مطور مش مضمون، بلاش اهرب من الموضوع ده. تمام، شكرا جدا. شكرا ليكي جدا.